طب انت يا محمد لما مشيت في البلد حد شافك؟ نايم. الناس يقول لك ايه؟ جابوه جري وجم جابوه علينا. ده كويس انك ما جيتش بالليل يا محمد. الله العظيم كانت هتبقى ليله والله. يعني انت عارف لو كنت جيت يا محمد بالليل، انت عرفت امتى بقى ان هم دفنوا حد مكانك؟ هم اللي قالوا لك؟ لما قالوا انت خفت منهم لما لقيتهم مجمعين كده. قالوا لك ايه؟ واحد مات. واحد مات. واحد مش عارف. واحد مين مش عارف. واحد مين مش عارف. لا. شكلك بيقولوا شكلك. بقول لك انت اوعى تكون انت بتشتغلني. لا انا صح اهو. انت السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون من اغرب القصص والحكايات اللي حصلت بالفعل في محافظة المنوفية، قصة ولا في الخيال. سنة 2023 وبالتحديد في مركز أشمون محافظة المنوفية، كان في شاب اسمه محمد عادل تعرض لحادث ومات، وأهله غسلوه ودفنوه وأخدوا العزا كمان بتاعه. لكن بعد شهر من دفنه تحصل المفاجأة اللي أغرب من كانت من الخيال، وهي إن أهل الشاب محمد عادل يتفاجئوا إنه داخل عليهم وهو في أحسن صحة وحي يرزق. يا ترى ايه اصل الحكايه ديت؟ بتمنى ان اللي وصل معايا للجزء ده يعمل لايك وشير تشجيعا للاستمرار في تنزيل الجديد من الفيديوهات. بتبدأ الحكاية لما الحاج علي وهو عم محمد عادل يتفاجئ بان جدة محمد عادل بتعيط وبتقول لابنها الحاج علي بان محمد عادل مختفي من 3 ايام، وابوه وامه مش عارفين راح فين. وبتحكي وبتقول بس هو كان معاه شنطة وقال انه رايح يشتغل ومش عارفين هو راح فين. وامه عمالة تعيط، فالحاج علي عمه فضل يدور عليه ويسأل عليه كل ما عارفه، لكن موصلش لأي شيء. وبعدها بدأ ينزل صوره ومعلومات عنه على الفيسبوك علشان يمكن يتوصل أي حد لمكانه. وبالفعل في ناس اتوصلوا لمحمد عادل واتصلوا بعمه الحاج علي وقالوا له ان محمد عادل عمل حادثة بالقطر وموجود بالمستشفى مباركة بالقناطر الخيرية، وهو بالعناية المركزة في حالة خطرة جدا. وبعدها اخد ابوه وامه وراحوا للمستشفى وشافوا الحالة، وطلع فعلا هو محمد عادل وكان إصابته خطيرة جدا. وكل أهله اتأكدوا بأن الحالة ديت هو بالظبط محمد عادل. كان بقاله 5 أيام بالمستشفى، ولما أبوه وأمه شافوه هم كمان اتأكدوا بأن ده محمد عادل لأنه كان عنده جرح في عينيه من زمان، وهو بالفعل كان عنده الجرح القديم ده في عينيه. وفضلوا بجانب الحالة يرعوا فيها لمدة 5 أيام بالمستشفى لحد لما الحالة دي توفت يوم الجمعة 14 أكتوبر 2023. بعدها أخدوا محمد عادل للمنوفية وعملوا له تصريح دفن، وبالفعل اتدفن بمقابر العيلة واتعمل له عزا في أشمون لمدة 3 أيام. وبعدها بشهر من دفن محمد عادل في المقابر بيتفاجئ أهله بأنه داخل عليهم ورجع للحياة مرة تانية. طبعا الحاج علي عمه وابوه وامه كلهم اتفاجئوا، وكلهم اعصابهم طبعا ثابت، وكانوا مرعوبين من اللي شافوه، وكانوا فاكرين ان محمد عادل ده عفريته. والبلد كلها اتلمت في بيت محمد عادل، وبعدها سألوه انت كنت فين ازاي انت دلوقتي عايش مش ميت ودفناك؟ فطبعا رد عليهم محمد وقال لهم انا كنت شغال في مصنع في 10 من رمضان ومكنتش عارف اخد اجازة. طب لما ده كان محمد عادل، يبقى مين اللي كان في المستشفى وفضلنا معاه 5 أيام نرعى فيه وهو كان تماما شكل محمد عادل بكل تفاصيله وعلامات معينة في جسمه؟ لكن أكيد الشخص ده اللي كان في المستشفى شبيه محمد عادل، كان راجل صالح جدا وبتاع ربنا وإنسان كويس، وربنا كان بيحبه فسخر له العيلة ديت تقف جنبه وترعاه وتدفنه كمان في المقابر بتاعتهم، لأن ما كانش فيه حد يعرفه أبدا أو يرعاه. وطبعا دي كان من أغرب الحكايات اللي ممكن نسمعها ومن أغرب القصص اللي ممكن نسمعها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالشير واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد بنقدمه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.